مساعد للصدمة. فمصدر أخرى في الحلقة أقوى. يقول إذا جلس الله على عرشه يبقى من العرش مقدار 4 أصابع، لكن بلا كيف. طبعا نحن لا نكيف. أصابع بشرية ولا إلهية؟ الله، أنا أسأل شيخ محجوب، فما يفضل من العرش ماذا يفعل الله عز وجل؟ يقعد محمدا صلى الله عليه وآله معه على العرش. يعني العرش هذا يقعد عليه هذا الرب المجسم الذي يعتقدون به، ويقعد معه النبي صلى الله عليه وآله، ويذكرون هذه القصة أو هذا المعتقد في تفسير عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يقولون المقام المحمود هو جلوس النبي مع ربه على العرش. الأربع أصابع هذوما هل جلس عليهم موسى ما قبل ذلك أو فقط النبي محمد؟ لا، مقام خاص للنبي محمد. لا، هم يقولون مقام خاص للنبي صلى الله عليه وآله. فهم يعتقدون الله يجلس على العرش ويجلس معهم النبي. أعطيك حاجة أخرى وليعذرني المشاهد وليعذرني الشيخ محجوب، الله كيف يجلس على العرش؟ هون ما يدخلوش فيها أهل. لا، موجودة رواية يضع رجله على الأخرى. أنت كيفاش قاعد سامحني؟ نفس القاعدة هذه، حاط ساق على ساق، مش نبدلها. وقالوا أنه يحرم على الإنسان أن يضع رجله على الأخرى. لماذا؟ لأنها جلسة الرب. شكون المصدر هذه؟ هذه هي العقيدة السلفية. ابن تيمية يقول بالجلوس، يقول بأن الله يجلس معه نبيه على العرش. ابن القيم الجوزية يقول كذلك. هؤلاء السلف الذين قال نحن نتبعهم. عقيدة الزيتونة تختلف عن هذا من باب الإنصاف. أنا لا أقول هذا عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة السلفية. فالسلفية مجسمة، والعقيدة التي قال عقيدة تجسيم، وهو لا يتبنى العقيدة الزيتونية. هو الآن إذا هو لا يتقي يقول الحقيقة. مرجعية الزيتونة 3 أمور في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك. الآن فليقل إذا هو زيتوني بالفعل، يقول أنا أتبنى عقيدة الأشاعرة وأبرأ من عقيدة السلفية، فليقل ذلك. إذا هو لا يتقي بالفعل فليقل هذا الشيء، وإلا هو يتقي ولا يقول الحقيقة ويخفي على تونس العقيدة التي يتبنى. أنا شيعي وأصرح أنا شيعي، وأقول أنا أختلف مع المرجعية الدينية الزيتونية، وأصرح بهذا ولا أخاف. بالعكس، تونس دولة حريات، تونس دولة قانون، تونس فضاء حر يسع الجميع، لا إشكال عندي في ذلك. لكن هو يتقي هو يحب لغة التحدي. أتحداه أن يقول أنا أقبل، أنا على عقيدة الفخر الرازي، أنا على عقيدة الجويني مثلا، أنا على عقيدة التفتزاني، أنا على عقيدة الناس. هذه الكتب التي تدرس في الزيتونة. لا يقول بهذا الشيء. ولذلك هو يخالف. إذا القضية تونس وغير تونس يخالف عقيدة التونسية، يخالفها، ولكن يخفي ذلك. قناة تغيير مود.